في احتفالات العيد اللي فات وخصوصا في أسبوع الآلام كان في كنيسة منزلة البوستر ده بتقول فيه إن صلوات البصخة والعيد قاصرة بس على سكان المنطقة. الكنيسة دي من كنايس مصر الجديدة. الحقيقة كلنا استقنا قوي من المنظر ده، بس ما حبيناش نتكلم. يعني اللي نزل مثلا البوستر وكان مستعجب جدا، ايه ده؟ وناس كتير جدا دخلت يا جماعة ده موضوع تنظيمي وعلشان الكنائس دي بتبقى زحمة جدا ساعتها اتكلمنا كتير وقلنا ان في ناس مغتربين عايشين في القاهرة خصوصا في مصر الجديدة وشركاتهم وشغلهم وساكنين هناك ومش قادرين يسافروا بلدهم علشان خاطر يصلوا قداسات العيد والبصخات. وطبيعي جدا يا جماعة، بس أقرب كنيسة ليهم هي كنايس مصر القديمة. الناس قالوا ده نوع من أنواع التنظيم ونوع مش عارف إيه، والكنايس دي بتبقى زحمة جدا ومفيش مكان للوقوف، وعندهم حق. شعب كتير قوي 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 والكنايس قليلة. وسكتنا عن الموضوع وما اتكلمناش رغم ان الموضوع كان مزعلنا قوي، بس قلنا يا واد ايه، معلش عشان خاطر الخدام والكهنة ما تزعلش حد منك، معلش. لكن لما بتسكت عن حاجة بيمتادوا او الدنيا بتزيد قوي. يعني ايه؟ سكت عن غلط صغير خد الكبير. واحنا عشان سكتنا عن اللي فات فطبيعي جدا نشوف موقف زي اللي حصل النهارده. ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل النهارده ان في اسره مسيحيه كانت عايشه في شبرا، ولظروف شغل العائل الاسره انتقل من شبرا لمصر الجديده علشان يكون قريب من شغله، وابتدى يأجر هناك. اول حاجه بيدور عليها عائل الاسره في المنطقه ايه؟ انه يبتدي يشوف اقرب كنيسة عشان يصلي فيها، وعلشان لو عنده اولاد يبتدي ينزلهم مدارس الاحد. يعني انت لو رايح مثلا محافظة جديدة، اول حاجة هتعملها ايه؟ الكنيسة فين اللي هنا؟ يبتدي يخش، انا فلان الفلاني كنت من الحتة الفلانية من المحافظة الفلانية وعندي أولاد وعاوز أدخلهم مدارس الأحد، والمدام مثلا تحضر الاجتماع بتاعها وأنا أشوف الاجتماع بتاعي اللي أحضره. في ده مشكلة؟ ده شيء طبيعي جدا لعائل أسرة بيحافظ على أسرته وعاوز يربي أسرته تربية سليمة جميلة رائعة في بيت ربنا. بيت ربنا اللي هو بتاعنا كلنا مش بتاع حد معين. المهم راح على احدى الكنايس بمصر الجديدة وقال لهم انا فلان وده ابني وعاوز ابني يتسجل عندكم في مدارس الاحد علشان يجي يحضر. شوفوا مدارس الاحد يوم الاحد ولا يوم السبت ولا يوم الجمعة وبتاع. وابتدي يعرف بنفسه علشان يبقى فيه مثلا افتقاد كده يعني. اتقال له بقى هو حضرتك، جملة مهمة جدا، اتقال له هو حضرتك مالك ولا مستأجر؟ قصده يعني انت في المنطقة دي. اول حاجة طبعا سأل فيها انت ساكن في المنطقة دي؟ قال له اه انا ساكن في المنطقة دي ودي اقرب كنيسة ليا. فسأله سؤال تاني اللي قال الغريب بقى، اللي هو انت مالك ولا مستأجر؟ قال له لا انا مستأجر. قال له طب انا هرجع لابونا، احنا مش هينفع نقبلك، لازم ارجع
يعني مش بس الكنايس مصر الجديدة كانت بترفض الناس الوافدة واللي جاية تصلي مثلا موسم العيد او صلاة او اجتماع، لا، ده كمان بترفض المستأجر. لا لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه. من امتى واحنا بنقفل باب الكنيسة قدام حد جاي يصلي؟ من امتى احنا بنختار الناس اللي تصلي؟ هو في ايه يا جماعة؟ هو انتوا خايفين على مين جوه مش عايز يصلي جنب اي حد؟ يعني ايه الطبقية اللي انتوا عايشين فيها دي؟ هو مين اللي بيصلي جوه مش عايز اي حد يصلي جنب منه؟ ألسنا جميعا جسدا واحد؟ أليست هي كنيسة جامعة رسولية بتجمع الكل؟ ده المسيح لما اتولد في مزوة بقر. المسيح لما جه اتولد في مزوة بقر. اللي خدموا ونشروا المسيحية صيادين سمك. مين بقى البيه اللي جوه اللي مانع الناس تخش تصلي وحاطط شروط؟ لازم يكون مش من المستأجرين، لازم يكون من الملاك. انا عارف كويس قوي ان هذه الكنيسة او الكنايس دي ما تتبعش اسقف، دي تتبع قداسة البابا. فهنا انا بتكلم وبخاطب قداسة البابا. ايه اللي بيحصل في كنايس مصر الجديدة يا سيدنا؟ مع كامل احترامي ونقبل الايادي، بس لازم نفهم ايه اللي بيحصل في كنايس مصر الجديدة. ليه ما ينفعش نصلي؟ ليه ما ينفعش اي حد يصلي فيها؟ وكمان بقى لما نموت ما نصليش الجنازة فيها، علشان هيجي يقول لك وانت ميت كده وداخل بالصندوق، مين اللي انتوا شايلينه؟ ده من المنطقة هنا؟ ده مالك ولا مستأجر؟ لا مش هنصلي الميت. ما انت سكت على مرحلة، هتاخد المرحلة اللي بعدها. مين يا جماعة؟ مين الكنيسة دي؟ مين اللي بنيها؟ هل رجل أعمال هو اللي باني الكنيسة وبيدفع كويس وحاطط شروط ان محدش يخش يصلي غير الملاك بس؟ يا جماعة دي كده ما بقتش كنيسة. يا جماعة ده احنا بنتحايل على الناس تيجي الكنيسة. احنا بنتحايل على الناس تيجي الكنيسة وافتقاد. وتعالى يا ابني، طب مين اللي مزعلك؟ طب حبيبي تعالى، طب تعالى احضر القداس ده، طب روح الكنيسة الفلانية، طب تعالى. ده احنا بنتحايل على الناس تيجي تحضر، بنفتقد الناس. وهنا الكنايس تحط شروط تعجيزية وتحسسك بالطبقية. طب انا مسافر وفي حتة بعيدة ودي اقرب كنيسة ليا لشغلي، ما اخشش اصلي العيد ما اخشش اصليه. ما عرفتش اخد اجازة علشان ارجع البلد في العيد، فروحت احضر القداس في الكنيسة. ايه يا جماعة في ايه؟ احنا عارفين يا جماعة ان الكنايس قليلة والشعب كتير. ما نشيل بعض يا جماعة. مش لازم اقعد على دكة. اقف يا سيدي، اقف في الطرقة. ده قداس يا جماعة، قداس العيد. طب هقف بره في الحوش هتفرج من على الشاشة؟ مش عندكم شاشة؟ اتفرج على الشاشة من بره كده واخش اصلي واتناول واحس بالعيد. ما انا هلبس هدوم جديدة وهاجي معاه، هلبس بدلة علشان الناس ما تحسش ان انا قليل. هلبس بدلة جديدة. طفل زي ده يتقال له لا مش هتخش مدارس الأحد، أو استنى هنسأل ونشوف عشان خاطر أنت مستأجر مش مالك؟ لازم أكون مالك الفيلا؟ إيه يا جماعة اللي إحنا وصلنا له ده؟ وفي كنايس مصر الجديدة اللي فيها قديسين بنسمع لهم وبنسمع وعظاتهم، أنا متأكد إن صوتنا هيوصل لقداسة البابا، وقداسة البابا مش هيرضى بالمهزلة دي. الكنيسة واحدة جامعة رسولية
فاتحه ابوابها لكل الناس، مش عايزين نشمت حد فينا. الكنيسه الارثوذكسيه طول عمرها فاتحه ابوابها لكل الناس. ما ينفعش اللي بيحصل في كنايس مصر الجديده دي.